تخيلي جسمك مدينة كبيرة، كل مرة بتاكلي وخصوصا لو الأكل فيه سكريات وكربوهيدرات بيظهر في المدينة دي شوية ناس اسمهم جلوكوز. دول اللي بيدوا الجسم طاقة، بس عندهم مشكلة صغيرة ما يعرفوش الطريق، فجسمك بيطلب لهم عربية توصيل، اوبر، دي ايا كان، والعربية دي هي الانسولين. الانسولين بقى بياخد الجلوكوز ويوصله لمكان من المكانين دول، يا اما العضلات يا اما الدهون. طب يوصلهم على حسب ايه؟ على حسب جسمك. لو جسمك نشيط وعندك عضلات بتشتغل وفي مساحة فاضية تستقبل الطاقة، الانسولين بيودي الجلوكوز ناحية العضلات، بتستفيد منه ويتحرق. لكن لو جسمك مش بيتحرك واكلك كله سكريات ونشويات طول اليوم، العضلات ما بتفتحش. ساعتها الانسولين هيضطر ياخد الجلوكوز لاسرع طريق وهو مخزون الدهون. وهنا بتبدا الكارثه، لان جسمك بيفضل يطلب عربيات كتير، اوبر ورا اوبر، لحد ما العربيه نفسها تتبهدل وتتقل في المشوار. هنا بقى بنسميها مقاومه الانسولين. العربية ما بقتش تشتغل زي الاول، والجلوكوز بدل ما يروح للعضلات بيروح على الدهون على طول. طيب والحل؟ سهل جدا، اكلك يبقى اهدى وانضف، حركه بسيطه كل يوم، اي نشاط حرفيا. ده بيخلي عضلاتك دايما فاتحه الباب ومستعده تستقبل الجلوكوز، وده بيقلل مقاومه الانسولين، وده بيخلي جسمك انشط واخف وصحته احسن. ولو مش عارفة تبدأي ازاي، اكتبي لنا كلمة طريقة في كومنت واحنا هنساعدك خطوة بخطوة.